أسأل أنا أم أنتم تسألون؟ أنا من سيسأل. من أين تثبت نبوة النبي محمد؟ أيها العلماء، لقد شهد بنبوة محمد موسى بن عمران وعيسى بن مريم وداود النبي صلوات الله عليهم. أرجو أن تثبت قول موسى بن عمران. هل تقر يا يهودي أن موسى عليه السلام أوصى بني إسرائيل قائلا: سيأتيكم نبي من إخوانكم صدقوه وأطيعوه؟ نعم. فهل تعلم أن لبني إسرائيل إخوة غير ولد إسماعيل؟ إن كنت تعرف قرابة إسرائيل من إسماعيل والسبب الذي بينهما من قبل إبراهيم. أجل. أفليس هذا صحيحا عندكم؟ بلى، هذا صحيح، لكني أحب أن تصححه لي من كتاب التوراة إذا أمكن. هل تنكرون أن التوراة تقول لكم: جاء النور من قبل طور سيناء وأضاء لنا من جبل ساعير واستعلن علينا من جبل فاران؟ أنا أعرف هذه الكلمات، لكنني لا أعرف تفسيرها. أنت أعلم من أنك لا تعرف. أما قوله جاء النور من قبل طور سيناء فذاك وحي الله سبحانه الذي أنزله على موسى على جبل طور سيناء. وقوله وأضاء لنا من جبل ساعير هو الجبل الذي أوحى الله عز وجل إلى عيسى بن مريم وهو عليه. وقوله واستعلن علينا من جبل فاران فذاك جبل من جبال مكة بينه وبينها يوم واحد. وقال شعي النبي: فيما تقول أنت وأصحابك؟ رأيت راكبين أضاء لهما الأرض، أحدهما على حمار والآخر على جمل، فمن هما يا ترى؟ لا أعرف. أما راكب الحمار فعيسى عليه السلام، وأما راكب الجمل فمحمد عليه السلام. أتنكر هذا من التوراة؟ لا أفعل ذلك. أرأيت ما فعل؟ أجل. أرأيت كيف حشر ذاك اليهودي؟ ضيق عليه الخناق بعدة كلمات وجعل منه سخرية أمام الحاضرين. أجل يا مولاي، لكنك فكرت باحتمال حصول ذلك منه. أجل فكرت، لكني كنت آمل ألا أجبر عليه. لم أفقد الأمل بعد، فالجاثليق وعمران الصابي ومروان المروزي من كبار العلماء، وهم قادرون على مناظرته. أليس كذلك يا فاضل؟ ما الذي تقوله في نبوة سيدنا عيسى وكتابه وفيما بشر؟ أنا مقر بنبوة عيسى عليه السلام وكتابه وما بشر به أمته وأقر به الحواريون، وبريء من كل شخص أو عقيدة أو مسلك ينكر ما بشر به ولا يقر بنبوة محمد عليه الصلاة والسلام. أليس علينا إذن قطع الأحكام بشاهدي عدل؟ بلى. إذن هل لا أتيتني بشاهدي عدل من غير أهل ملتك تقر به ولا تنكره النصرانية وسلنا مثل ذلك؟ ومن هو الشاهد العادل برأيك؟ هل تقبل على سبيل المثال برجل ذي منزلة عظيمة عند عيسى عليه السلام كدليل وبينة؟
وهل تقر به كشاهد عادل؟ ومن هو؟ سمه لي. ما تقول في يوحنا مثلا؟ يوحنا الديلمي. لقد ذكرت أحب الناس إلى المسيح. هل نطق الإنجيل أن يوحنا قال: إنما المسيح أخبرني بدين محمد العربي وبشرني به، وأنه يكون من بعده، فبشرت به الحواريين فآمنوا به وبأهل بيته وأوصيائه؟ أجل، ذكر ذلك يوحنا عن المسيح وبشر بنبوة رجل، وبشر أيضا بأهل بيته ووصيته كما قلت. حسنا، وماذا تنتظر بعد؟ إن أنت وضحت ذلك نقلا عن الإنجيل كتابنا فأنا لن أنكره. وهل ما ذكرته عن يوحنا لم يكن نقلا عن الإنجيل؟ ربما ظننت أنني لم أقرأ الإنجيل، وما قلته ربما سمعته صدفة من الآخرين. والآن اسمح لي أن أسألك مسألة: لماذا تعتبرون عيسى والعياذ بالله ابن الله وتمنحونه مقام الربوبية؟ لأن كل من يحيي الموتى هو إله ويستحق أن يعبد. اليسع قد صنع مثل ما صنع عيسى، مشى على الماء وأحيا الموتى وأبرأ الأكمه والأبرص، ولم تتخذوا أمته ربا ولم يعبدوا أحد. حزقيال النبي كان يحيي الموت أيضا، فقد أحيا 35,000 رجل من بعد موتهم ب60 سنة. تجد في التوراة ما يشير إلى هؤلاء من بني إسرائيل. بما أنكم تعتبرون عيسى ابن الله، عليكم أن تعتبروا اليسع وحزقيال كذلك أيضا. يا رأس الجالوت، أسألك مسألة عن نبيك موسى بن عمران. كيف تثبت نبوة موسى عليه السلام؟ لقد جاء بما لم يجئ به أحد من الأنبياء قبله. صدقت في أنه كانت حجته على نبوته إذ جاء بما لا يقدر الخلق على مثله. هو الآن أفليس كل من ادعى أنه نبي ثم جاء بما لا يقدر الخلق على مثله وجب عليكم تصديقه؟ لا، إلا إذا جاء بمثل ما جاء به موسى من كرامات ومعجزات فقط. فكيف أقررتم بالأنبياء الذين كانوا قبله ولم يفلقوا البحر ولم يفجروا من الحجر 12 عينا ولم يقلبوا العصا حية ولم يخرجوا مثل موسى عليه السلام يدا بيضاء؟ لقد أخبرتك متى جاءوا بمعجزات على نبوتهم حينها وجب تصديقهم. فما يمنعك إذن من الإقرار بعيسى ابن مريم؟ يقولون إنه أتى بمعجزات لكننا لم نشهدها نحن. أرأيت ما جاء به موسى من معجزات؟ ألم تأتكم أخبار المعجزات من ثقات أصحاب موسى؟ بلى، هذا صحيح. فكذلك أيضا أتتكم الأخبار المتواترة بما فعله عيسى ابن مريم، فكيف صدقتم بموسى ولم تصدقوا بعيسى؟